بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض مسقعه صحيه، طاجن مسقعه يفتح النفس بجد ويشهي. وهنعمله في الاير فراير او القلايه الهوائيه. ناس كتير قوي مش عارفه بيتعمل فيها اكلات ازاي، هنعمل فيها اكلات وهنعمل المسقعه اهو. ويلا بينا نشوف عايزين ايه عشان نعمل احلى طاجن مسقعه. عايزين طبعا بتنجان وفلفل رومي وفلفل حامي. طبعا بتنجان متقطع شرايح، لا تخينة ولا رفيعة عشان تتحمر معايا بسرعة. وهرش رشة زيت بسيطة كده، زيت ذرة، زيت عباد، زيت زيتون، براحتك خالص اهو. وطبعا من فوق ومن تحت البتنجان. اروح بقى للاير فراير بتاعتي، افتحها وارصص البتنجان بتاعي فيها زي ما انتم شايفين كده. بس ابدا بقى اظبطها. طبعا هظبطها على كل واحد والاير فراير بتاعته. انا ظبطتها على تلت ساعه وعملتها على درجه حراره 200 بس، وسبتها. وكل شويه طبعا هتابعها. طبعا حطيت في حله معلقتين زيت ذره او عباد او زيت زيتون براحتك، وحطيت بصلايه مفرومه ومعاها توميه ناعمه. وقلبت تقليبه كده، الثوم والبصل بيدوا ريحه مع بعض فظيعه. وفلفل حامي كمان، ودي تركه من عندي بتخلي المسقعه حلوه قوي. فلفل حامي اول ما يدبل شويه كده بنزل عليهم بكوبايتين عصير طماطم. طبعا انا عامله كيلو بتنجان رومي. حطيت معلقه فلفل اسود ومعلقه كمون ومعلقه ملح. دي التوابل اللي انا عايزاها في المسقعه. بس اسيبها تتسبك بقى خالص، يعني مش هتاخد حاجه طبعا. وانا اتابع الاير فراير بتاعتي، يعني اقلب البتنجان بتاعي اللي فوق اخليه تحت عشان كلها تتحمر. طبعا لو الاير فراير بتاعتك بتقلب الحاجه مفيش مشكله، انما دي ما بتقلبش، فانا بضطر ان انا كل شويه اقلب لحد ما تتحمر خالص. كل شويه هتابع البتنجان لحد ما خلاص البتنجان خلاص كده استوى. بخرج البتنجان زي ما انتم شايفين كده، بيبقى طري جدا، مش مجلد خالص، وطري وفي منتهى الجمال ومش شارب زيت. اهم حاجة انه مش شارب زيت زي ما انتم شايفينه كده. تقدري تحطيه تاني يتحمر شوية، بس انا قلت كده كفاية لاني لسه هدخله الفرن. اجهز بقى الطاجن بتاعي اللي هعمل فيه المسقعة. واحط معلقتين صلصة المسقعة اللي احنا عملناها مع بعض. وارصص البتنجان طبعا والفلفل، يعني انا حطيت البتنجان والفلفل في الاير فراير. تمام اهو. بحط فلفل كمان، وبحط كمان رشة صلصة. طبعا الصلصه ما فيهاش دهون والبتنجان ما فيهوش دهون، فبجد طعمه رائع بجد. ويعني لو قليتي البتنجان من فوق مش هتفرقيه خالص عن اللي عملناه في القلايه الهوائيه او الاير فراير مع بعض. حلو بجد. بس خلاص كده رصصته كله، حطيت بقيه الصلصه كلها من فوق. وطبعا هاخد الطاجن الحلو ده وادخله الفرن. خلاص، بالظبط ربع ساعة. طبعا فيهوش دهون، يعني مش هينطر دهونه قوي، حاجة بسيطة قوي. بس هيشرب كله من بعضه وهيبقى تحفة زي ما انتم شايفين. وبألف هنا وشفا بجد. الطاجن طعمه حلو قوي وكله شارب من بعضه. بصوا البتنجان اهو، بصوا بجد البتنجان طري جدا، مش مجلد، وطعمه حلو قوي. وفي وصفات كتير قوي بتتعمل في الاير فراير، نبقى نعمل واحدة واحدة مع بعض. بس بجد جربي الوصفة دي ومش هتندمي خالص انك جربتيها. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.